راهب قديم اسمه برصيصة العابد، واحد من رهبان بني إسرائيل. الراجل ده كان عايش مع ربنا في صومعته، ما وراهوش حاجة غير العبادة. 60 سنة عايش مع ربنا في الطاعة. متخيلين الرقم؟ 60 سنة الشيطان مش عارف يكسبه. تفتكروا بقى الشيطان ده زهق؟ لا، فضل وراه لحد ما جه شوية شباب رعاة غنم سابوا أختهم لوحدها في البيت اللي جنبه وسافروا. الشيطان قال له: ما تروح يا عم تشقر على جارتك دي، شوفها يمكن تكون محتاجة حاجة، دي ست لوحدها وملهاش راجل. انت ايه يا اخي، ما عندكش نخوة؟ الراجل قال له: اروح لها ازاي بس يا عم، دي ست لوحدها، عيب ما يصحش. قال له: انت لا هتشوفها يا عم ولا هتكلمها، انت هتخبط على الباب وتسيب الاكل قدام الباب وتمشي. بقى يعمل كده شوية بشوية. الشيطان قال له: ما تستنى يا عم لما تفتح الباب وتطمن عليها بنفسك، يمكن تكون محتاجة حاجة ومكسوفة تقول لك، انت كلك نظر برضه. بدأ يقف ويتكلم معاها وجها لوجه. بعد شوية كمان الشيطان قال له: طب ما تاخدها يا عم تعيش معاك في صومعتك أمانة لحد ما اخواتها يرجعوا سالمين غانمين.